تخيل معايا ان العملة اللي بتشتري بيها اي حاجة اتحولت من فلوس الورق لوقت انت بتدفعه من حياتك. بعيدا ان احنا بنعمل كده دلوقتي، يعني بنطلع بنشتغل من الصبح بالليل عشان نفرتك الفلوس اخر اليوم، بس الموضوع ده في فيلمنا النهاردة مختلف شوية عن حياتنا الواقعية. انت حرفيا بتدفع بعملة العمر اللي متبقية في حياتك. فبيبتدي فيلمنا بشخص اسمه ويل بيقوم من النوم وبيبص على ايده وبيشوف اتبقاله قد ايه وقت في ايده، فبعدها يبص من الشباك المقفول عليه بالقفل، وده بيدل انه عايش في منطقة ملهاش امان. وبعدها بينزل من اوضته ويقابل والدته اللي عندها 50 سنة، وهنا شكلها اصغر عشان هما ماشيين بوقت مش اعمار. فامه بتقول له امتى هتتجوز وتجيب لي حفيدة، لكن بيرد عليها وبيقول لها ان مفيش حد عنده وقت عشان يتجوز اصلا. فبيسالها معاكي وقت قد ايه، فهي بتقول له ان معاها اقل من 3 ايام وعندها شغل هتقعد فيه يومين. فبتطلب منه انه يقابلها عند محطة الاتوبيس عشان مش هيبقى معاها اي وقت. وقبل ما يمشي امه بتديله 30 دقيقة من حياتها. ولما بيطلع من بيته بيقابل بنت صغيرة بتطلب منه انه يديها دقيقة من حياته، فبيديها 5 دقايق بجهاز بيسحب الوقت. فبيجري عشان يروح شغله، وهنا هو بيجري مش عشان يلحق الشغل، لا هو بيجري عشان الوقت ما يروحش منه في المشي. وبعدها بيروح يشتري كوباية قهوة ب4 دقايق، وبنلاقي ناس بتلعب على الوقت بتاعها، وفي ناس مرمية على الارض ووقتها خلص منها. وبعدها بيشتغل في المصنع اللي بينتج الاجهزة اللي بتسحب الوقت دي، نفس فكرة اجهزة الفوري. فبعدها بيروح يقبض اليومية بتاعته، بس يلاقي ان الاجر بتاعه مش كامل وان الاجور من النهاردة اتخفضت. فاول بيكتئب وبيروح البار عشان يقابل صاحبه. ولما راح قابل صاحبه فقال له ان في شخص في البار قاعد بيشتري للناس مشروبات على حسابه، وان معاه اكتر من 100 سنة. المشكلة انهم في منطقة فقيرة وعايشين اليوم بيومه، فما فيش حد في المنطقة بيبقى معاه اكتر من 2-3. المهم الشخص ده بيبقى فيه واحد قاعد بيبص عليه وبيراقبه. فويل بياخد باله وبيروح يحذر الراجل اللي معاه وقت كتير ده، وبيقول له انه هيتسرق من قبل ما يقوم من على الكرسي، عشان بعدها نتفاجئ ان في مجموعة من الشباب دخلوا البار، والبار بيفضى فجأة، والشباب دول عبارة عن عصابات بيسرقوا الوقت من الناس. فويل بيمشي من البار بس بيقف بره وبيبص على اللي هيحصل. فالزعيم بتاعهم اللي اسمه فورتس بيقول له ان الوقت اللي معاه انا عايزه وممكن العبك عليه، وقال له انا راجل عجوز واصلا عندي 75 سنة، فانت ممكن تكسبني عادي. فالراجل قال له ان هو محتاج لحظة مع حاله، وبيدخل الحمام وحد من افراد العصابة دول بيدخل وراه. وفي الوقت ده ويل بيتدخل وبيهرب الراجل، وبيجري ويل ومعاه الراجل ده في نص الشارع، بس فورتس بيجري وراه بالعربية، لكن ويل بيعرف يهرب منه. المشكلة ان العصابة دي عارفه ويل. بعدها ويل بيزعق للراجل وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فالراجل يعرفه بنفسه ويقول له ان اسمه هاملتون. فويل قال له انت من منطقه نيو جرينتش، فبتعمل ايه هنا بالظبط؟ فهاملتون ما يردش عليه، بس يقول له انه عنده 105 سنه فعليا وزهق من حياته وعايز يموت. فويل يقعد يزعق معاه ويقول له انت كاسب في حياتك كيس شيبسي ولا ايه؟ لكن هاملتون بيقول له ان المناطق الزمنيه اتعملت عشان الفقراء يموتوا كل يوم والاغنياء يعيشوا على اعمارهم، والاعمار موجوده عند الناس الاغنياء بالملايين، والفقراء بيعيشوا اليوم بيوم وبيزودوا الاسعار عليهم عشان يموتوا اكتر، وان كل ما في ناس اكتر بتموت من الفقراء الاغنياء بتزيد اعمارهم. ويل بيتصدم من الكلام ده وقال له لازم ترتاح عشان تروح لمدينتك من تاني يوم الصبح هاملتون بيصحى وبيدي ويل عمره كله وبيبقى لنفسه 5 دقايق وبيمشي. فويل بيصحى من النوم عشان يلاقي هاملتون قاعد على الجسر مستني انه يموت، وفعلا العد بتاع هاملتون ينزل لحد الصفر ويحصل له توقف في عضلة القلب ويموت في ساعتها. في الوقت ده ويل وصل عند الجسر لكن هاملتون كان مات. بعدها ويل بيروح لصاحبه وبيوريه الوقت اللي معاه وبيقول له ان الراجل اللي في البار عطاهوله لما انقذه، وساعتها ويل بيدي صاحبه 10 سنين وقال له انه هياخد امه وهيروح نيو جرينتش. بينتقل المشهد بعد كده لوالدة ويل اللي بتتفاجئ ان اجرة الاتوبيس بقت 2 بدل ساعة، والمشكلة ان هي معهاش غير 1.5 ساعة، فالسواق بيقول لها اجري احسن لك. وبالفعل والدة ويل تنزل تجري عشان تلحق تقابل ابنها اللي بيتفاجئ ان هي ما نزلتش من الاتوبيس، فبيعرف ان هي جاية جري، فبيجري هو كمان عشان يلحقها، لكن قلبها بيقف قبل ما يوصل لها. مشهد كان صعب جدا الحقيقة، كان فاضل اقل من 3 ثواني بس عشان تعيش. ينتقل المشهد بعد كده للشرطة بتاعت حفاظ الوقت، وبتطلع جثة هاملتون من تحت الجسر، والشرطة بتستغرب هو بيعمل ايه هنا وهو في الاصل من نيو جرينتش. لكن عمي وعم عيالي كيليان ميرفي كبير الضباط اللي عنده خبرة اكتر من 50 سنة في الشرطة، وبنعرف ان اسمه ري، قال للضباط اللي معاه مش مشكلة كان بيعمل ايه هنا، المهم الوقت بتاعه راح فين. فري وهو بيركب عربيته بياخد باله ان في كاميرا كانت جايبة الجسر. بعدها بنلاقي ويل بيركب تاكسي جاي من نيو جرينتش ويبتدي يطلع من منطقة لمنطقة، وكل منطقة كانت بتاخد منه كارت عشان يعدي، لدرجة انه دفع سنة كاملة في كارتة فيهم. وبيوصل ويل لمنطقة نيو جرينتش فيبتدي يحس باللي هو احنا ما كناش عايشين يا جدعان، وينزل من العربية ويبتدي يجري كعادته. بس الناس كانت بتبصله باستغراب لان اللي بيبقى عايش في المنطقة دي مش بتاع جري اصلا. فيدخل فندق عشان يقعد فيه ويلاقي ان الليلة في الفندق حسابها 2 شهرين، لكن عشان يعمل نفسه انه منهم قال لهم انه هيقعد في جناح. تاني يوم ويل بينزل عشان يفطر في
الفندق والويتر بتلاحظ انه بيفطر بسرعه وقالت له انه اكيد مش من هنا. فويل ابتسم لها وسالها على المكان اللي في وش الفندق وقالت له ان ده الكازينو. في نفس الوقت ده كانت في بنت بتراقب ويل من بعيد. بعد كده بنلاقي الشرطه قدرت تتعرف على ويل من خلال كاميرات المراقبه وعرفوا انه راح منطقه نيو جرينتش. بعدها بنلاقي ويل دخل الكازينو فبيقابل واحد على الباب وقال له انه عشان يدخل مكان زي ده لازم يدفع سنه كامله. ويبتدي ويل يلعب قمار على السنين وساعتها هيتعرف على واحد اسمه فيليب وايز وبيعرف انه اغنى راجل في نيو جرينتش لدرجه انه على ايده بس اكتر من 9800 سنه. وفي الوقت ده بتنزل البنت اللي كانت بتراقب ويل من بعيد وقعدت جنب فيليب، وفيليب يراهن على 200 سنه وويل راهنوا على نفس عدد السنين واتبقى له 29 ثانيه من حياته، لكن ويل يقدر يكسب الرهان وبيكسب 1100 سنه كامله. وفيليب تقبل الخساره عادي لان في الاول وفي الاخر هو بيلعب عشان يتبسط ومش فارق معاه السنين. وساعتها يعرف ويل على البنت دي ويقول له انها بنته واسمها سيلفيا، فسيلفيا بتقول له ان هي عامله حفله بكره ولازم يحضرها. بعد كده بنلاقي ويل بيشتري عربيه ثمنها 59 سنه عشان يروح بيها الحفله دي. فويل يدخل الحفله ويقابل فيليب ويعرفه على حماته ومراته، وطبعا ما تعرفش تفرق ما بينهم. عبقريه في تجسيد مشاهد الاعمار مش طبيعيه في الفيلم ده. المهم سيلفيا تيجي تتكلم مع ويل وهم بيرقصوا مع بعض، فسيلفيا تقول له ان هي شافته وهو بيجري وفكرته بالناس اللي في اقصى منطقه فقيره، وقالت له ان هي بتحسد الناس دي عشان عندهم مخاطر بيواجهوها. لكن ويل استغرب جدا من كلامها وعشان كده اخدها وراح طلع بره. فيليب كان شكله متضايق جدا من اللي شافه بس ما يقدرش يعمل اي حاجه. بعدها الشرطه بتعرف مكان ويل وحددت مكانه وقدرت توصل له في اقل من ساعه. وبعدها ري الظابط قعد يتكلم مع ويل وساله ازاي وصل للمنطقه دي، فويل قال له ان دي حاجه قانونيه جدا. وري يشوف ان بقى معاه اكتر من 1000 سنه وساعتها يسال له انت اخدت السنين دي كلها منين؟ فويل قال له انه كسب السنين دي كلها ما عدا 100 سنه فيهم، وان في واحد اسمه هاملتون هو اللي عطاهم له. فري قال له ان شخص زي هاملتون عنده استعداد يعيش آلاف السنين فاستحاله يقتل نفسه. يعني من الاخر هو كان بيتهم ويل. فويل قال له انه ما عندوش دليل بس هي دي الحقيقه. ساعتها الضباط اخدوا منه السنين كلها وسابوا له ساعتين بس، لكن ويل ساعتها ضرب الضابط وخطف سيلفيا وركب العربيه وهرب بيها. بعدها بنلاقي ويل وهو بيهرب معاه سيلفيا بس بيتفاجئ بشريط شوك في الطريق واللي بيخلي العربيه تتقلب بيهم. وفجاه بنلاقي العصابه بتاعت الوقت وفورتس الزعيم بياخد سنين سيلفيا وبيتبقى لها نص ساعه بس وبيمشي بسرعه. فويل وسيلفيا يفوقوا وسيلفيا تتخض لما تلاقي الوقت اللي معاها كله اتسرق، فيبتدوا يجروا عشان محدش يشوفهم. عشان بعدها ري بيلاقي العربيه متكسره والشرطه هنا بتعرف ان ويل رجع المنطقه الفقيره من تاني. بعدها بنلاقي ويل بيروح لصاحبه اللي عطاله ال10 سنين بس بنتفاجئ انه مات من كتر الشرب وفي ايده 10 سنين ما انتهوش ومحدش انتفع بيهم. وساعتها الدنيا اتقفلت في وش ويل والمشكله ان فاضل لهم دقيقتين وهيموتوا، لكن ويل يلاقي مع سيلفيا حلق فعشان كده ياخد سيلفيا معاه ويروحوا لمحل رهن. وساعتها الراجل استغلهم عشان فاضل لهم ثواني وهيموتوا خلاص، وقال لهم ان تمن الحلق يومين، وعشان كده ويل يوافق عشان ما قدمهمش اي حل تاني. بعدها ويل يخلي سيلفيا تتصل بابوها عشان يطلب فديه ويعرف منها ان ابوها بيملك كل البنوك اللي بتشيل الوقت. فلما ويل اتصل بابوها فيليب بيقول له انه عايز يكلم الشرطي ري اللي قاعد معاه، فويل بيقول للشرطي انه عايز فديه 1000 سنه ويوزعهم في الخطوط الزمنيه بتاعه المنطقه الفقيره. فري بيقول له انه كان يعرف ابوه ويعرفه انه ما ماتش من العراك بتاع الوقت. فويل يتصدم لما يسمع الكلام ده ويقفل المكالمه. وري يطلب من فيليب انه يوزع 1000 سنه على المنطقه الفقيره، لكن فيليب كان متردد. طبعا هو معاه ملايين السنين فمش هيفرق معاه 1000 سنه، لكن كان متردد عشان مستكتر ال1000 سنه على المنطقه الفقيره. بعدها ويل بيطلع على شقته ومعاه سيلفيا، وسيلفيا بتساله عن عيلته فبيقول له ان امه ماتت بسبب ان وقتها خلص ومعرفش يلحقها، وانه كان فاكر ان ابوه مات عشان كان بيحب عراك الوقت، لكن الموضوع مختلف عن كده. فسيلفيا بتقول له يعني ايه عراك الوقت؟ فويل قعد يشرح لها ان هم بيمسكوا ايد بعض والايد الاقوى هي اللي بتكسب الوقت. بعد كده بنفهم ان الساعه اللي على ايديهم بتبتدي تشتغل في سن ال25 سنه وبتديهم سنه كامله عشان يعيشوها، واول ما بتبتدي الساعه دي بيحسوا بشبه ازمه قلبيه، وان اول ما يتموا 25 سنه اشكالهم بتفضل ثابته على السن ده لحد ما يموتوا او يفضلوا كده في حياتهم الابديه. تاني يوم ويل بيبص من الشباك على مركز الخطوط الزمنيه عشان يشوف فيليب بعت الوقت ولا لا، لكن فيليب ما بعتش اي حاجه. وهنا سيلفيا بتفهم ان ابوها استغنى عنها وان حياتها ما تساويش اي ثانيه بالنسبه له. فويل بيقول لها انه مش هيقدر يعمل حاجه اكتر من كده وانها لازم تروح، وساعتها عطاها مسدس عشان تحمي نفسها، لكن سيلفيا بتقول له انه ممكن يعمل اكتر من كده. بعدها سيلفيا بتتصل بابوها وقالت له ان حياتها ما تسواش ثانيه بالنسبه له، لكن ابوها قال لها ان الشرطه عارفه مكانها وانهم جايين ليه عشان ياخدوها. وساعتها ري بينزل من العربيه وكان هيضرب نار على ويل، لكن سيلفيا تضربه بالمسدس اللي معاه، وويل يشوف ري معاه قد ايه وقت بس ما يلاقيش معاه غير ساعتين، فويل يديله ساعتين كمان وقال له دول هديه من عندي. بعدها ويل وسيلفيا يركبوا عربيه الشرطه ويهربوا بيها.
والمشكله ان الشرطه مكروهه في المنطقه الفقيره، لكن صاحب راي بيلحقه من قبل ما اي حد يقتله. وبعدها ويل وسيلفيا بيثبتوا عربيه ناس اغنياء ويسرقوا الوقت منهم وياخدوا عربيتهم ويهربوا. وبعدها بننتقل لبيت فيليب وراي يدخل عليه المكتب ويقول له ان بنته بقت مجرمه وانه لو ساعدها او حاول يكلمها هيقبض عليه هو كمان. وبنرجع لسيلفيا اللي بتقول لويل انه شكله بيحب يساعد الفقراء فهي هتقدر تساعده في كده. فبيقتحموا بنك من بنوك فيليب وبيسرقوا مكان الوقت، وقالوا لكل الناس الموجودين في البنك ان هم يقدروا ياخدوا اللي هم عايزينه. وبالفعل ويل ابتدى يوزع الوقت ده على الفقراء، والشرطه وصلت المكان بسرعه عشان تلحق الموقف، لكن الوقت بقى في ايدين الناس خلاص. وويل حتى ساعد مرات صاحبه وعطى مدير الخطوط الزمنيه في المنطقه الفقيره اكتر من 100 سنه عشان يديهم للفقراء. فبعدها بنلاقي ان العصابات بقت مش عارفه تعمل حاجه للناس بسبب انها بقت تقدر تشتري سلاح وتحمي نفسها، وعشان كده العصابه كانت بتقتلهم بس برضه مش بتستفيد بالوقت اللي في ايديهم. وفيليب بقى هيتجن من اللي بيحصل، لكن مراته بتقول له ان انت اللي وصلت لبنتهم ان هي تبقى كده. وبنشوف ويل مع سيلفيا بالليل في فندق، لكن الشرطه بتعرف توصل لهم، فويل بياخد سيلفيا وبيهربوا منهم من الشباك عشان الشرطه مش بتنط ومش بيخاطروا، لكن راي يفاجئهم وينط زيهم، فبيطلعوا على السطح عشان يهربوا، لكن راي بيعرف يلحقهم، فويل يضرب على راي النار ويعرف ينزل من السطح، وبعدها يركبوا الاتوبيس وراي ما يعرفش يلحقهم من تاني. بعدها بنلاقي ويل بيحجز فندق بالكامل لنفسه، لكن لسوء حظه حد بيشوفه وهو طالع الفندق، وافراد العصابه بالليل ثبتوا ناس عشان عايزين يعرفوا مكان ويل فين، وده لان عليه مكافاه 10 سنين. فبنلاقي الشخص اللي شاف ويل بيقول لفورتس زعيم العصابه انه شاف ويل وعايز جزء من الجائزه. فبعدها بنلاقي العصابه اقتحمت الاوضه اللي قاعد فيها ويل وسيلفيا، وفورتس بيقول لويل ان الشرطه مش بتقبض عليه عشان مش بيسرق من الفقراء، لكن انت بتسرق من الاغنياء وانت كده تعديت حدودك. وساعتها فورتس بيقول له انه هيعاركه على الوقت اللي معاه وانه مش هيقتله. فويل بيقول له ما انا لو كسبت كده كده انت هتقتلني، لكن فورتس بيقول له انت لو ما لعبتش معايا انا هقتلك دلوقتي. فيبتدوا عراك الوقت، وفورتس ايده كانت اقوى من ويل وبيقدر ياخد السنين اللي معاه، لكن نظر فورتس يشت بسبب الوقت اللي بيقل عند ويل، فويل ما يضيعش الفرصه وياخد سنين فورتس كلها، وبعدها يقتل كل العصابه وفورتس يموت بازمه قلبيه وهو بيعاركه. وبعدها ويل وسيلفيا بيهربوا من قبل ما الشرطه تيجي، فويل يقول لسيلفيا ان كل اللي اتعمل ده برضه لسه مش كفايه، وانهم محتاجين مش اقل من 1,000,000 سنه عشان يعرفوا يعملوا فرق. فينتقل المشهد بعد كده لفيليب وهو نازل من العربيه ومعاه حراسه كتير جدا، فبيدخل عليهم بنته وبتقول لهم ان هي هتسلم نفسها لابوها وبس، لكن يطلع ويل من وسط الحراسه وبيخطف فيليب وبيطلعوا بيه على خزنته، واللي سيلفيا عارفه رقم الخزنه. فويل بيفتح الخزنه وبيلاقي فيها مكنه سنين واحده بس، لكن فيها 1,000,000 سنه كامله. ففيليب بيقول له انك هتفسد المنظومه لو عطيت الفقراء 1,000,000 سنه. فويل بيقول له هو ده اللي انا هعمله بالظبط، وانا لازم افسد المنظومه اللي انتوا فيها دي. لكن فيليب يستفزه ويقول له عشان عدد قليل يبقى مخلد لازم ملايين من الناس تموت. وهنا ويل بيفتكر امه اللي ماتت بسبب فرق ساعه بس في الاجره، وبيرفع على فيليب المسدس، لكن ويل بيهدى وبيقول له ان مفيش حد المفروض يبقى مخلد، وبعدها يقفلوا على فيليب الباب. وفجاه الانذار في مركز الشرطه يضرب، وراي بيتفاجئ ان في 1,000,000 سنه كامله خرجت من البنك الرئيسي في نيو جرينتش، فبيعرف على طول ان ويل وسيلفيا هم السبب. فراي يطلع من اسم الشرطه عشان يدور عليهم، وبالفعل يلاقيهم وبيجري وراهم، وبيطلع امر ان هم يضربوا نار عليهم مع ان ده ضد القانون في نيو جرينتش. وبالفعل الشرطه تعمل كمين ويبداوا يضربوا عليهم نار، لكن العربيه ضد الرصاص وويل يقدر يطلع من منطقه نيو جرينتش، لكن راي بيفضل وراه وقدروا انه يوصلوا ويخبطوا بعربيته. ولما ويل بيطلع من العربيه بيدي البنت الصغيره المكنه اللي فيها 1,000,000 سنه، وبيقدر يهرب هو وسيلفيا وسط الزحمه، لكن يجري وراه راي بسرعه وياخد عربيه ضابط تاني عشان يعرف يلحقه. وبالفعل راي يشوفه ويركن عربيته ويلحقه ويثبته بالسلاح. ويل بيعرف ان الشرطي كان من المنطقه الفقيره وعرف كده من ساعه ما نط من الشباك، فراي عرف ويل انه قدر يطلع من المنطقه الفقيره دي ويشتغل ضابط، لكن ما ينفعش حد تاني يطلع من المنطقه دي. لكن ويل بيقول له كده كده مش فارقه معاه وخلاص، وانه قدامه اقل من دقيقتين يعيشهم. وهنا راي بيفتكر انه ما خدش تعيين الوقت بتاع اليوم، فبيبص في ساعته ويلاقي انه قدامه 3 ثواني بس، وبيموت راي على طول بازمه قلبيه. وويل بيبص في ساعته وبيلاقيها اقل من دقيقه، وسيلفيا برضه اقل من دقيقه. فويل بياخد باله من عربيه الشرطه بتاعت راي، وعارف ان راي ما خدش الوقت بتاع اليوم طالما مات، فعشان كده ويل بيجري على العربيه باقصى ما عنده عشان يوصل لها. وبالفعل بيوصل وبيلم الوقت من العربيه وبيرجع جري لسيلفيا، وبيعرف يلحق سيلفيا قبل ما تموت. وبعدها بنلاقي كل الناس طالعه من المناطق الفقيره ورايحه لنيو جرينتش، والشرطه هنا ما تقدرش تعمل اي حاجه. بعدها بنشوف ويل وسيلفيا مطلوبين للعداله مقابل مكافاه 100 سنه بعد ما كانت 10 سنين، لكن ويل وسيلفيا ما بطلوش سرقه، وهنا
بيخلص فيلمنا. وبالرغم من ان الفيلم ده كان ناقص قصة اكبر من كده، الا انه قدر يوصل رسالة معينة للناس، وهو ان في نوعية من البشر بتستنفذ حياة ناس تانيين عشان يعيشوا حياة بشكل مرفه، ومش مشكلة حياة الشخص ان هم يستعبدوه. يلا سلام.